لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وارتفاع مكانك وقديم إحسانك يا رب. انصرنا واسترنا واجبرنا، انصرنا واسترنا واجبرنا يا رب. أيدنا منصورين وانصرنا مؤيدين، ولا تخزينا دنيا ولا دين. جل جلالك وعز جارك وجارك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله مالك الملك والملكوت وصاحب العظمة والجبروت، وهو الحي الباقي الذي لا يفنى ولا يبلى ولا يهلك ولا يحرم ولا يموت، الواجد الماجد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المبدي المعيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله إلى العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة المؤمنون حياكم الله. والله أسأل أن يلبسكم لباس التقوى، وأن يطهركم ويجعلكم أطهر من يمشي على الأرض وأنقى، وأن يرفع أقداركم ويضع عنكم أوزاركم، وأن يبيض وجوهكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتحت عنوان طلاقة القدرة الإلهية في المنع والعطاء، طلاقة القدرة الإلهية في المنع والعطاء. لا غبار على العنوان، فالعنوان يعبر عن حقيقة مطلقة، هي أن الله قادر ومقتدر، وأن الله يفعل ما يشاء، وأن الله لا يسأل عما يفعل. ألم تقرأوا قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ألم تسمعوا لقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نعم يا رب، أنت القادر، أنت المقتدر، أنت المقدم، أنت المؤخر، أنت الفعال لما يريد، أنت الذي لا تسأل عما تفعل. لك كل شيء ومنك كل شيء وإليك يعود كل شيء، جل جلالك وعز جاهك وجارك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونعلم جيدا أن الله قد خلط بين اليسر والعسر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن عسرا واحدا لن يغلب يسرين أبدا. نعلم ذلك ونوقن به، ونعلم ما هو أبعد من ذلك،
قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نقف إجلالا وإعظاما وإكبارا واحتراما وتوكيرا وإجلالا لمقام الله السامي الذي لا تزاحمه الأسامي. ولكننا ونحن نعرض هذا العنوان في هذا الأوان الذي قد استدرجنا فيه حتى نزلنا بركبنا إلى مستنقع آسن بركنا فيه، قد يكون هذا العنوان فيه تبييضا لوجوه اسودة، أو يراد به خلق شماعة دينية يعلق فيها أخطاء البشر، ومعاذ الله أن نخطئ الله على أخطائنا، أو نحمل الله أوزارنا، أو نعلق في مشيئته جل جلاله ما وصلنا إليه من الدرك الأسفل. إننا نحب أن نضع كل شيء في نصابه بلا غلو ولا عتو ولا انحلال ولا تفريط. حينما ننظر إلى الواقع المرير لا يمكننا أبدا أن نغفل أو نتغافل عن معاصينا. إن أول شيء جر علينا ما نحن فيه معصيتنا لله. ألم تسمعوا لقوله جل في علاه: من عملكم سلط عليكم، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إن الصالحين كان أحدهم إذا عثرت دابته في الأرض وقف وقال بذنبي يا رب. وكان بعضهم يقول: أعرف معصيتي في سوء سلوك زوجتي وفي سوء حركة دابتي. إن الذنوب سرعان ما تطفو إلى السطح تضيق الأرزاق وترفع البركة وتجلب الشقاق وتخلق جوا من القلق وتخلق مسرحا من التعب والنسب. لا يمكننا أبدا أن نغفل أننا عصينا الله كثيرا. لا يمكننا أن نغفل أننا فرطنا في جنب الله، حتى بلغ الأمر بنبي الله سليمان على نبينا وعلى سليمان وداود الصلاة والسلام يوم أن قاد جيشه وخاض في الصحراء ونفذ ما معه من ماء، أنه يومها نظر سليمان فإذا نملة مستلقية على قفاها رافعة إلى السماء يداها تخاطب مولاها وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك فأنزل علينا من رزقك ولا تهلكنا بذنوب غيرنا من البشر يا رب. اللهم إنا خلق من خلقك فأنزل علينا من رزقك ولا تهلكنا بذنوب غيرنا من البشر يا رب. اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فنتوب إليك يا رب. ثم ما هي إلا لحظات
حتى أوبكت السماء، يعني امتلأت بالسحب الكثيفة، وأمطرت السماء مطرا شديدا مغرارا ومدرارا ومكثارا، حتى شرب سليمان وجنوده وجيشه ودوابه وما حوله من طير ودواب. ثم نظر إلى سليمان إلى جنوده وإلى من معه فقال: انظروا كيف أن الله نجاكم وسقاكم ورواكم بدعوة نملة. إذن فأول شيء يجب علينا أن نفعله اتقاء الوضع الحالي الذي أصابنا فيه الوهن وأصابنا فيه الجزع من غلاء ومن وباء ومن بلاء ومن غياب بركة. يجب علينا أن نبادر بالعودة إلى الله، فليس لنا حضن إلا حضن الله، وليس لنا ملجأ إلا الله، وليس لنا مقصد إلى أحد سواه. لا نركع إلا لله، ولا نسجد إلا لله، ولا نتذلل إلا إلى الله، ولا نتوسل إلا إلى الله، ولا نخضع إلا لله، ولا نرفع أيدينا إلا إلى الله. ليس لنا في الأرض، وليس لنا في السماء، وليس لنا في الملك، وليس لنا في الملكوت من سند ومن عون ومن معين ومن نصير إلا الله. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الأمر الثاني والخطأ الثاني هو أننا جميعا قد قصرنا في الأخذ بالأسباب، حكومة وشعبا، كلنا جميعا شركاء في التفريط في الأخذ بالأسباب. لقد ضيعنا الثروات، وضيعنا الفرص والأوقات، وضيعنا الجهود والمهارات، وضيعنا العلوم السابقات، وعملنا بأهوائنا، وعملنا بشططنا، وعملنا بجبروتنا، وعملنا بظلمنا وبطشنا، حتى ضيعنا وحتى أهلكنا وحتى أفسدنا. فنحن جميعا حكومة وشعبا لم نقف عند حدود الله، ولم نأخذ بالأسباب التي فرضها الله. إن الله تعالى قد خلق لنا الدنيا وفرض لنا التعامل مع الأسباب، وأمر الأسباب أن تنفعل مع كل قاصد مخلص لها، حتى ولو لم يكن يدين لله ربا، ولا للإسلام دينا، ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ألم تروا إلى الغرب الكافر الذي لا يعبد الله ولا يعرف الله ولا يقف لله عند حد ولا يعرف لرسوله من صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم لما تعاملوا بإخلاص وبإتقان وبعلم وبدراية وبتجربة وببصيرة مع الدنيا، كيف تقدموا وكيف تأخرنا، كيف ارتفعوا وكيف انخفضنا، كيف صنعوا وكيف استوردنا، كيف زرعوا وكيف أكلنا، كيف باعوا وكيف اشترينا، حتى أصبحوا يملكون رقابنا ويملكون معاشنا ويملكون سلاحنا ويملكون دواءنا ويملكون أعمارنا ويملكون صحاتنا، يعبثون في كل ذلك، حتى رأيتنا أمة مريضة، أمة جائعة، أمة عارية، مع ما حلاها الله من الأسباب وما فتح لها من الأبواب. ألم تروا كيف أن الله قد خلق البترول والمعادن وجعلها في أرض المسلمين والعرب؟ ألم تروا كيف أن الله قد جعل لنا أفضل تضاريس في الأرض؟ ألم تروا كيف أن الله قد جعل لنا أفضل مناخ على وجه الأرض؟ ألم تروا كيف أننا نتوسط قارات العالم جميعا؟ ألم تروا
جعلناها مسكنا وملجأ للعفاريت، ونحن أمة يعيش بعضنا على بعض في 7% من الدولة، و93 لا يسكنها البشر، إنما يسكنها العفاريت والعياذ بالله. ألم تروا إلى هذا الواقع وإلى هذا التردي؟ أيمكن أن ننسبه إلى الله ونقول إن الله هو الذي قصر معنا؟ لا، تعالى الله وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. إنما نحن الذين فرطنا، ونحن الذين ضيعنا، ونحن الذين أفسدنا وأتلفنا. إذا انتقلنا إلى منظومة أخرى وإلى سبب آخر لما نحن فيه، غياب العدالة. ألم تروا إلى أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما قالوا إن القمح كان يخرج في زمن عمر بن عبد العزيز حبة القمح في مستوى حبة الفول، مكتوب عليها هذا قمحنا في زمن العدل. ألم تروا كيف أن الذئب كان يرعى الغنم أيام عمر بن عبد العزيز؟ فسئل عمر عن ذلك: يا أمير المؤمنين، لقد رأينا الذئب قد اصطلح مع الغنم حتى رأينا الذئاب ترعى معنا الغنم. قال: إنني أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. إنني أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح ربي ما بين الذئب والغنم. إذن فحينما نقول إن عنوان خطبتنا اليوم طلاقة القدرة الإلهية في المنع والعطاء، نعرف جيدا أن هنالك فارق كبير بين إرادة الله وقدرة الله جل في علاه وبين صنائع البشر في الأرض. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن صلاح كل ذلك راجع إليكم أن تتوبوا إلى الله. ألم تروا كيف أننا لما قطعنا الأرحام نزعت البركة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. ألم تروا كيف أننا لما قطعناها كانت العوائد علينا نزع البركة من الأعمار ونزع البركة من الأرزاق والأعمال. ألم تروا أننا كيف أننا تجرأنا على الله فأصبحنا جميعا لا نكترث بالنظر إلى العورات؟ من منا الذي إذا فتح الموبايل ووجد صورا عارية يتحرج ويتورع ويندم ويستغفر ويتألم منها ولا يعود إليها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه فيقول: إن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه من مخافتي أبدلته إيمانا يجد أثره في قلبه، أو حلاوة يجد أثرها في قلبه. من منا الذي يفعل ذلك؟ من منا الذي يحاسب نفسه على كل لقمة تدخل جوفه؟
وقد اختلطت عناصر الحلال بعناصر الحرام، وقد قالوا جمع الحلال إلى الحرام فكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. من الذي يحاسب نفسه؟ من أين أوتي بهذا الطعام؟ ومن أين أوتي بهذا الشراب؟ ومن أين أوتي بهذا الثياب؟ ومن أين أوتي بهذا الدواء؟ ومن أين بني هذا البيت؟ ومن أين اشتريت هذه العمارة؟ ومن أين اشتريت هذه السيارة؟ ومن أين اشتريت هذه الأفدنة؟ ومن أين ادخرت هذه الأموال؟ من حلال أم من حرام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يضع في جوفه لقمة واحدة من الحرام إلا لم يقبل منه عبادة 40 يوما، وإن ظلت في جوفه إلى أن يموت كانت زاده إلى النار. من منا الذي يبتعد عن الربا وقد أصبحت البيوت مبنية بالقروض الربوية، والبنات تزوج بالقروض الربوية، والرجال يذهبون إلى الحج والعمرة بالقروض الربوية، وتشترى الأرض بالقروض الربوية، ويدخل الإنسان في المشروعات بالقروض الربوية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأكل لقمة واحدة من ربا تعدل عند الله تعالى 72 ذنبا، أصغرها من زنى بأمه في حجر الكعبة. إذن فأين تذهبون؟ وأين تسألون؟ وأين تتساءلون عن الغلاء وعن البلاء وعن الجوع وعما سيأتي في الأيام السوداء القادمة؟ إن لم نتب إلى الله، وإن لم نعد إلى الله، وإن لم نصحح المسار لنعمل باجتهاد وبجد. المصريين أصبحوا إذا لا ينتجون، وإذا أنتجوا يغشون، وإذا باعوا يطففون، وإذا اشتروا يبخسون، وإذا وقفوا في موقف لا يقفون، لا تراهم مع الحق، إنما مع الباطل يسيرون، وفي ركاب الظلمة يهرعون، وعن الله تعالى يدبرون. فأي خير ذلك الذي ترتجون؟ ونحن بهذا الوصف وبهذا النعم وبهذا الحال ليس لنا ولا أمامنا ولا لنا بعد ذلك إلا الله. هيا بنا نتوجه بالدعاء إلى الذي بسط الأرض ورفع السماء لنقول له: يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ المحبين عليك، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا أذلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا مسجونا بظلم إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، وأصلح ولاة أمورنا، وأصلح فساد قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.